في كل مرة تظهر فيها تفاصيل جديدة. يقترب الحسم أكثر. هل فعلا اللقب سيبقى في المغرب؟ أم أن هناك مفاجأة لم يتوقعها أحد؟ تصريحات نارية من داخل الكواليس، وتحركات سريعة من المحكمة الرياضية، وكلام مثير من باتريس موتسيبي يفتح باب التساؤلات. هل نحن أمام قرار تاريخي أم مجرد ضغط إعلامي قبل الإعلان الرسمي؟ في هذا الفيديو سأكشف لك كل ما يحدث خلف الكواليس، من التصريحات إلى السيناريوهات المحتملة، ومن المستفيد الحقيقي إلى الصدمة التي قد تغير كل شيء. تابع الفيديو للنهاية لأن التفاصيل الأخيرة قد تقلب كل التوقعات، ولا تنسى الاشتراك لأن القادم أقوى. إذا وصلت إلى هذه اللحظة فهذا يعني أن المحتوى نال إعجابك. دعمك بسيط لكنه يصنع فرقا كبيرا. اضغط على زر الاشتراك وفعل زر الجرس لتصلك الحقيقة دائما قبل الجميع. هنا لا نقدم مجرد محتوى، بل نقدم وعيا وتحليلا وحقيقة. كنا جزءا من هذا المجتمع، وابق دائما في الصورة. وديما مغرب. يوما بعد يوم أزداد اقتناعا أن اللقب لن يغادر المغرب، بعدما خرج أمس المدير العام للمحكمة الرياضية ماتيو ريب بتصريح قوي قال فيه إنهم بدأوا فعليا معالجة ملف كأس إفريقيا، وأنهم سيعملون على تسريع إصدار الحكم قدر الإمكان، رغم أن المغرب رفض اللجوء إلى المسطرة الاستعجالية، وكأنه يريد أن يلمح إلى أنهم يسعون لمعاقبة السنغال قبل انطلاق كأس العالم من أجل حماية هذه البطولة من ظاهرة الانسحاب. وها هو اليوم باتريس موتسيبي يخرج بتصريحات غريبة خلال كلمته في السنغال، أبرزها أنه يعتقد أنه سيشاهد السنغال في نهائي كأس العالم في أمريكا، وكأنه يحاول تهيئة الرأي العام السنغالي للقرار المرتقب من المحكمة الرياضية الذي قد يصب في مصلحة المغرب. على الأرجح اختار باتريس هذا التصريح ليخفف من وقع خسارة كأس إفريقيا على الجماهير السنغالية، ويقلل من ردود الفعل بعد صدور قرار المحكمة الذي يبدو قريبا جدا. ولا شيء يمكن أن يعوض خسارة كأس إفريقيا سوى إنجاز تاريخي في كأس العالم، ولو كان ذلك في إطار الخيال. وبناء على ذلك لم يبق إلا أن يباشر فوزي لقجع التحضير لحفل التتويج باللقب في أقرب وقت ممكن. لا تنسوا الاشتراك في القناة، دعمكم يحفزني كثيرا لأستمر.